إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وأسأل الله تبارك وتعالى في عليائه ونحن تحت سمائه كما جمعنا الآن على طاعته أن يحيينا على طاعته، ويجعل أعمارنا جميعا في طاعته، وأن يقبضنا جميعا أيضا على طاعته. هذه التهنئة ليست بحلول العام الميلادي، فهذا الاحتفال كما ذكرنا سالفا ليس من ديننا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، فنبرأ إلى الله عز وجل منهم ومن فعلهم، ولكنها تهنئة على هذا الموسم الجديد، موسم الطاعة. فنحن الآن في أوائل شهر رجب، اليوم الثالث تقريبا في شهر رجب، وهذه تعني لنا جميعا أن عاما هجري بالكامل مضى عليك، عام هجري بالكامل مضى عليك، كتب عليك فيه ما كتب من السيئات، وكتب عليك فيه ما كتب من الحسنات. فعام هجري مضى من عمرك رحل إلى الله تبارك وتعالى ستحاسب عليه، وها أنت الآن تستقبل عاما جديدا، رجبا جديدا، ثم بعده شعبان، ثم بعده رمضان. نفحات، أيام نفحات طيبة، أيام طاعات. فماذا أعددت لهذه الأيام؟ ماذا أنت صانع بها؟ وماذا أنت فاعل بها مع الله تبارك وتعالى؟ على هذا أهني الطائعين الذين يستعدون إلى موسم الطاعات بما يتناسب لها. أهنيك على موسم جديد من موسم الطاعات. إن لله تبارك وتعالى من أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا إليها. فأنت الآن في بداية هذه النفحات مع رجب، شهر رجب، هذا الشهر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه الكثير من الأحاديث. فأنا أذكر إخواني وأذكر نفسي ابتداء أن هذا الموسم كله موسم طاعات. أحياك الله تبارك وتعالى إلى أن تلقاه. فأروا الله من أنفسكم خيرا تجدوا خيرا، أروا الله من أنفسكم خيرا تجدوا خيرا. شهر الثاني هتلاقي نفسك بقيت في رمضان، فدرب نفسك على الطاعة، اجتهد واستعد لاستقبال هذا الشهر. فرمضان شهر صيانة لقلب المؤمن ولأعمال المؤمن وتنقية لأعماله. فاستعد، انت بداية رجب معاك، ابدأ عود نفسك على صيام النوافل، عود نفسك على قيام الليل ولو بركعتين، عود نفسك على ورد معين من القرآن، اجتهد، فأنت في موسم طاعة. وهيا بنا لنستكمل هذه الرحلة التي بدأناها قبل ذلك، وقلنا بأن أحوال الإنسان مع ربه على 4 أحوال: حالتين للطائع وحالتين للعاصي. قلنا بأن هناك رجل طائع لله سعيد في حياته وهذا طبيعي، وهناك طائع لله وتعيس في حياته وهذا لا ينفك عن أمرين: إما أن الله تبارك وتعالى يحبه فيبتليه لينظر مدى صبره على أقدار الله تبارك وتعالى فيرفع درجاته في الآخرة، وإما أنه على ذنب خفي مداوم عليه فالله تبارك وتعالى يبتليه
حتى يتوب من هذا الذنب. يبقى إذن المؤمن على حالتين مع الله عز وجل: طائع لله سعيد في حياته، والسعادة ليس معناها الرفاهية، بل السعادة هي الرضا. طائع لله سعيد في حياته، والآخر طائع لله تعيس في حياته. وهناك حالتين للعاصي: عاص لله تعيس في حياته، وهذا أمر طبيعي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والحالة التي هذه الجمعة الثالثة ندندن حولها، وهي التي يجب أن نحذرها جميعا، هو أن تكون عاص لله تبارك وتعالى ومع ذلك سعيد في حياتك. لأنك في هذه الحالة اعلم بأن الله يستدرجك لعذاب الآخرة، يستدرجك لعذاب الآخرة. ضربنا أمثلة، وها نحن اليوم نكمل، وقلنا بأن القرآن الكريم بحره زاخر بالأمثلة، والأمثلة في القرآن الكريم تبرز لنا المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس فيتقبله العقل، لأن المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صورة حسية قريبة الفهم. هذا هو شأن الأمثال في القرآن. مثلا الله تبارك وتعالى في سورة البقرة يضرب مثلا للذي ينفق ماله ولكن لا ينفقه لله، ينفقه رئاء للناس. فشوف المثل، ربنا عز وجل بيقول ايه؟ بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فين المثل؟ بقية الآية: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ده مثله ايه ده يا رب؟ ايه المثل؟ فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صفوان يعني حجر عليه شوية تراب، أصابه المطر، فهل ينبت هذا الحجر؟ لا ينبت. ده المثل اللي ربنا ضربه لمين؟ للي بينفق ولكن لا يبتغي بهذا الإنفاق وجه الله عز وجل، بل يبتغي ثناء الناس ومدح الناس، وأن الناس يتكلمون عنه فيقولون إنه منفق وإنه جواد، وتكلمنا في هذا الحديث قبل ذلك. فالشاهد ده مثل ايه في الآية؟ كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. المية لما بتنزل على الأرض بتنبت العشب، لكن لو نزلت على هذا الصفوان على هذا الصخر هتنبت؟ لا تنبت. كذلك هذا الذي ينفق لا يبتغي إلا ثناء الناس ومدح الناس. وأحيانا الأمثال في القرآن تكشف عن الحقيقة الغائبة وتضعها في معرض الحاضر عشان تقرب المثل للإيه؟ للناس. الله تبارك وتعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ده المثل اهو. ربنا محرم الربا ويقول لك ما تقربش منه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: درهم ربا يأكله العبد أشد عند الله من 36 زانية. يقوم بقى الواقع في المعصية عايز يقنعك ان ديت زي دي، يقول لك طب ما ده زيها زي البيع والشراء، طب ما ده بياخد 30% والبايع برضه بيحسب 30%. فربنا عز وجل رد عليه حجته في القرآن في بقية الآية، قال: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الايه؟ يبقى انت العبرة في المسلم ان هو بيدور مع الدليل ولا بيطوع الدليل لهواه؟ العبرة عند المسلم ان هو حيث دار الدليل يدور معه، هو ده الاتباع، هو ده الامتثال لأوامر الله عز وجل. لكن أغلب الناس عايز يطوع الدليل لهوى نفسه، عشان هو واقع في هذه الكبيرة يدور على منفذ عشان يقول ان انا ايه صح. يقول لك ما هو اكل الربا زيها زي البايع، ما هو البايع بيكسب 30% وده بياخد 30%. يا سيدي دي مش زي دي. مين اللي قال؟ ربنا قال. ربنا سبحانه وتعالى قال: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ده برضه من أمثال القرآن. فالأمثال لها ضروب كثيرة ومتعددة، والغرض منها هو وعظ الناس، فضرب المثل يكون أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ. ضرب المثل يكون أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ، وأقوى في الزجر، وأقوم في الإقناع. والله تبارك وتعالى يقول: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل
لعلهم يتذكرون. لعلهم ايه؟ لعلهم يتذكرون. يبقى الغرض من ضرب المثل في القرآن ايه؟ ان الانسان يتعظ وان الانسان يتذكر. لما تشوف قصة واحد وقع في معصية الله عز وجل ثم ترى جزاءه في الآخرة وما وقع به من مكان الله عز وجل به في الدنيا، تقوم تتعظ وتعتبر وترجع عن المعصية اللي انت ايه فيها. وربنا عز وجل لما بيقص علينا خبرهم في القرآن بيقول ايه؟ ما كان حديثا ايه؟ يفترى. مش حدويت بنحكيها بنتسلى بيها لغايه ما تنام، لا، ده واقع الناس عاشته قبل منك من الامم، فربنا عز وجل بيخبرك بيه عشان يكون وعظ لقلبك. والله تبارك وتعالى يقول: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا مين؟ الا العالمون. اللي عايز يتذكر بس وعايز يعبد ربنا هو اللي بيتعظ من الايه؟ من المثل. اما من يتبع هواه ويعبد هواه فلا يعتبر بالايه؟ بالامثال. والحديث ما زال موصولا مع الغامر في نعم الله تبارك وتعالى والسعيد في حياته، ولكنه عاص لله تبارك وتعالى مبارزا لمعصية الله بالليل والنهار. هنضرب النهارده مثل من سورة الكهف، وسورة الكهف من السنة ان الانسان بيقرأها في يوم الايه؟ في يوم الجمعة، لان فيها عبر كتيرة جدا. هناخد منها النهارده مثل. المثل ده مثل للشاكر للنعم ومثل ايضا للكافر بهذه النعم، وهو مثل للعاصي لله تبارك وتعالى وهو غامر في نعمه كيف يستدرجه الله تبارك وتعالى العذاب، وهو أيضا مثل في عدم استقرار النعمة وأن زوال النعمة غالبا يكون بمبارزة الله تبارك وتعالى بالمعصية. المثل الله عز وجل يقول فيه: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. نستعرض الآيات ونستعرض الحال لنرى من نراه في حياتنا على هذه النعم وهو عاص لله تبارك وتعالى إن لم يتب قبل الممات كيف سيكون جزاءه في الآخرة وكيف سيعاقب أيضا من الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. واضرب لهم أي قص عليهم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. الرجلين لم يذكر اسمهما لأن الأمر لا يعنينا كثيرا أو قليلا، هو مثل عام لكل من يفعل فعلهم ويصنع صنيعه. المهم أنهم رجلين جعلنا لأحدهما عنده حديقتين غناءتين تحويان جميع أنواع الثمار وجميع أنواع الزهور. والله تبارك وتعالى حين يصف الوصف بتاع الحديقتين في الآيات عايز يديك معنى إن الحديقتين دول كانت فيهم الثمار وافرة والطرح أو العائد أو الريع بتاعهم كتير، ودي من الأسباب اللي خلت هذا الرجل يتعلق بالسبب وكتير مننا بيتعلق بالسبب وينسى أن كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. شوف الوصف، جنتين من أعناب. شجرة العنب دي تاخد مساحة قد ايه في الأرض؟ الجزء بتاعها تاخده بايدك كده صح؟ وبعدين بترميها على تكعيبه فوق، يعني لو زرعها كلها عنب عنده مساحة كبيرة جدا في الأرض يستغلها في زراعة ثانية. جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. والجنتين دولت ربنا بيوصف ان حروف الجنتين عليهم نخل، وده له فائدة. اولا كثرة النخل تصد الرياح عن هذه الحديقة، تمام؟ ثم ان النخل نفسه مثمر، يبقى فيه في فائدة. والنخلة نفسها جذعها قد برضه مش مستغلة مساحة كبيرة من الارض، النخله قد كده وطرحها فوق في السماء، فبالتالي مش مضايقاه، يعني عنده استعداد يستغل الارض. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ازرع بقى شجر مانجا وازرع جوافه وازرع برسيم،
بيستغل الارض كلها. يبقى اذا الارض مستغله بدرجه 100% او بنسبه 100%. ليه؟ لان ربنا بيوصف لك الوصف ده، عايز يقول لك ان الراجل ده كان عنده من الخير كتير جدا جدا. طيب ما ممكن يكون الخير ده موجود بس في خطر بيهدد صاحب الجنتين دول. ايه هو؟ امنة عدم وجود الماء اللي هيروي بيه الزرع. مش ممكن يكون الزرع ده عايش على المطر. طب لو السماء ما امطرتش الزرع ده مات، صح؟ لا، ربنا عز وجل بيقول لك ايه؟ كلتا الجنتين اتت اكلها، يعني الطرح بتاعها بالضعف. لو شجره النخل مثلا انا ما اعرفش هي بتطرح قد ايه، لو بتطرح 50 كيلو عند الراجل ده بتطرح 100 كيلو. لان ربنا بيقول ايه؟ كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني ما فيش هالك، ما فيش حاجه ضايعه، ولم تظلم منه ايه؟ شيئا. وبعدين وفجرنا خلالهما نهرا، اللي هو بقى امنه وجود الماء اللي هيروي الايه؟ الزرع. يعني الراجل ده عنده الارض الخصبه والارض طرحه، وكمان امن سقيه الماء. النهر موجود فين؟ في الجنتين، بيروي الجنتين. توفر الاسباب عند الراجل ده خلى الراجل ده ينسى ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ الدنيا حلوه اهي، خضره وفاكهه وميه، خلاص هتروح فين دي؟ ولذلك هو قالها وفجرنا خلالهما نهرا. والنهر ده ربنا بيثبت لك ان كانت ميته عذبه، يعني صالحه للترويه، فقال على النهر وكان له ثمر، يعني ميته مش مالحه، ده ميته ايه؟ عذبه. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، صاحب الجنتين دول شاف بقى الدنيا حلوه كده وتمام، فنسى ربنا عز وجل. فشوف هيقول لصاحبه ايه بقى؟ انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ايه بقى النفره ديت؟ طبيعي واحد ذو مكانه اجتماعيه بتلاقي الناس بتتلف حواليه، لو راح مصلحه يخلص مصلحه ليه بالتليفون تخلص. ليه؟ فلوسه، وبيعرف يراضي الناس والدنيا ماشيه معاه. انا اكثر منك مالا واعز ايه؟ نفرة. عندي بقى خدم، وعندي فلاحين بيزرعوا في الارض، وعندي سيارات بتنقل الثمار للوكاله، وعندي اعز ايه؟ نفرة. ودخل جنته وهو ظالم، بس ظالم منين؟ لنفسه، ظالم لنفسه، لان هو نسى ربنا عز وجل. فالظالم اول من يظلم من؟ يظلم نفسه، لانه بيوقع نفسه في عذاب الله عز وجل وفي هلاك الله عز وجل. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. اول كلمه قالها ايه؟ زي ما قلت لك، النهر موجود والارض خصبه والشجر طارح. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، يعني كأن صاحبه بيقول له اتق الله عز وجل وادي حق الله في هذا المال لحسن يزول منك. فهو قال له مش ممكن يزول ازاي؟ ده النهر موجود اهو، فيه ميه عذبه والارض خصبه والشجر طارح. ما اظن ان تبيد هذه ابدا. ثم الحقها بواحده اشد منها، كأن التاني بيقول له خد بالك في يوم قيامه وهتتحاسب على هذا المال، ادي حق الله فيه، اطعم الفقير، اطعم المسكين. قال وما اظن الساعه قائمه، يعني الاولانيه ما اظن ان تبيد هذه ابدا، كانه امن عذاب الله عز وجل. طب والثانيه ده تألي على الله عز وجل، وما اظن الساعه قائمه. ما فيش حاجه اسمها يوم قيامه، الكلام اللي بيقولوا لكم ده كلام في الكتب، كلام من وحي الخيال. يوم قيامه ايه وبتاع كلام فاضي ايه؟ ما الناس هي بتعيش والناس بتتولد وناس بتموت، ما شفناش قيامه يعني. ما احنا من سنين عايشين ما شفناش يوم قيامه جه. ده الكلام ده انتوا بتاخدوه في الكتب بس. ده اسمه كفر صريح بالله عز وجل، لان ايمانك بيوم القيامه من اركان الايمان، اللي هو الايمان بالايه؟ الذين يؤمنون بالغيب، صح؟ ما يوم القيامه غيب، وانت من اركان الايمان اللي انت ايه؟ تؤمن بيه، صح؟ وما اظن الساعه قائمه. ولو فرضنا جدلا ان في يوم قيامه وان الناس هتموت، وبعد ما تموت هتصحى وتتحاسب، غني الدنيا غني الاخره، وفقير الدنيا فقير الاخره، وزي ما كنت انا هنا كويس برضه هنبقى في الاخره ايه؟ كويس. وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي، لو فرضنا ان في يوم قيامه زي ما انت بتقول، ده بيكلم صاحبه، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. ده بقى عايز اله على هواه، صح؟ إله على إيه؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه، ده عايزها تبقى حلوة معاه في الدنيا وحلوة معاه فين؟ في الآخرة. حاجة تفصيل كده، حاجة زي على المزاج زي ما هو عايز. وما أظن الساعة قائمة ولو آمن لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. الثلاثة دول يكفروا أجدع واحد. أول حاجة ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أنا خلاص أنا قاعد على الكرسي بتاع الإدارة ده أهو ومحدش هيقدر يشيلني. تاني يوم اتشال، وكان لسه ماضي سنتين، وكان. طيب لما ظن انها دائمه
أتته من السماء ما أظن أن تبيد هذه أبدا. والثانية وما أظن الساعة قائمة. طب الثالثة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ده غرور النفس. الإنسان أحيانا لما بتبقى الدنيا حلوة معاه بينسى وبيعتقد ان هو ملك الدنيا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. في اللحظة دي يأتيك أمر الله عز وجل تزول منك النعمة. لما تكفر بالله عز وجل تروح منك. لما ما تأديش شكر الله وإخراج حقها فيها تزول منك. لما تستعمل المنصب والكرسي في ظلم العباد تزول منك. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. هنا بيفكروا بإيه؟ بأصله. عارف لما تلاقي واحد معدى عليك راكب BMW وشايف نفسه، وتلاقي راجل كبير عجوز حضر أبوه الله يرحمه فيقول الله يرحم أبوه. ماله ده كان بيمشي بعربية بطاطا، ده كان بيفرش بيبيع شوية ليمون جنبنا في البيت. يفكروا بإيه؟ بأصله. في ناس بتنسى أصلها، فهو هنا بيردوا لمين؟ بيردوا لأصله. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة. التراب ده لما يتحط عليه شوية مية يبقى إيه؟ طينة، صح؟ ويبقى روبة والناس بتدوسوا بالأقدام فما تتكبرش، صح؟ وبعدين من نطفة. النطفة دي مخرجها منين؟ من مجرى البول، صح؟ سواء عند أبيك أو عند أمك. أنت خرجت من مجرى البول مرتين، مرة من عضو أبيك ومرة من فرج أمك. خرجت طفلا صغيرا، فده يكون أدعى ليك أن أنت ما تتكبرش وما تغترش وأنك تتواضع بين الناس مهما حصلت على الشهادات ومهما حصلت على الدرجات. أنت تذكر ان انت خرجت من مجرى البول مرتين. اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. تنسى نفسك. انت كنت عيل صغير لا تستطيع ان ترفع عن نفسك الاذى، لا تستطيع ان تمسح عن نفسك الخبث، صح؟ نسيت كل ده وشايف نفسك دلوقتي قوي وتمام وان انت تملك كل شيء. اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. ده تعلق بالله عز وجل. وبعدين بقى انت شايف نفسك عندك جنتين واحسن مني مالا واعز نفرة. هو رد عليه قال له ده رد المؤمن. المؤمن دايما ما بيتعلقش بالدنيا، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين لك ان مثل المؤمن ومثل الدنيا كايه؟ كراكب استظل في ظل شجرة. واحد مسافر في الصحراء فأيل شوية تحت شجرة ثم قام وترك الشجرة دي هي الدنيا. فالمؤمن ما بيتعلقش بالدنيا، أما الكافر يتعلق بها. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. إيه هو الصعيد الزلقا؟ صحراء كمان، حتى ما ينفعش فيها الزرع وما ينفعش فيها المية، صخر. فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها، النهر اللي انت شايفه ده اللي هو سبب الحياة اللي خلاك تغتر ده، أو يصبح ماؤها غورا. ربنا يأمره ينزل في باطن الأرض. هتعرف تطلعه تاني؟ تعرف تطلع الماء دي تاني؟ لو ربنا أمر مياه النهر دي إن هي تنزل في الأرض. أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا. وكأن الذي حذره منه صاحبه. بقول لكم ده كان مستدرج، عايش في نعم، عايش في رغد، عايش في جاه وسلطان وخدم وحشم والدنيا كلها بتخدمه. صاحبه ذكره بالله فلم يتذكر، وعظه فلم يتعظ، وهذا ليس حال المؤمن. ولذلك قلت لكم أنه مثل على من عصى الله تبارك وتعالى ثم عاش حياة سعيدة. الراجل ده كانت حياته سعيدة ولا لا؟ سعيدة. ليه؟ لأن الله عز وجل يستدرجه لعذاب الآخرة. وأحيط بثمره. الحديقتين دول اللي كانوا تمام دول، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه. عارف بقى اللي بيقوم الصبح نفض ايده كده، يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. راح فين بقى الخدم؟ وراح فين الناس اللي كانت بتخدمه؟ ده عامل زي مين بقى؟ كل ده غار منه، لأن كل ده كان مصاحبه وبيخدمه عشان ايه؟ عشان اللي معاه، عشان هو معاه. لما راح منه المال كل اللي حواليه انفض، صح؟ ده عامل زي ايه؟ زي كلب العمدة مات، كل البلد راحت تعزي العمدة. طب لما العمدة نفسه مات قالوا كلب وراح، صح؟ خلاص هو كانوا رايحين له عشان ايه؟ بيراضوا العمدة. انت المال اللي كان عندك اللي كان عامل لك العزوة دي كلها
غار في داهية وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي. بس إمتى؟ بعد ما نزل بيه عذاب ربنا سبحانه وتعالى، بعد ما زالت النعمة، بعد ما حل بيه سخط الله تبارك وتعالى في الدنيا، وينتظر العذاب فين؟ في الآخرة. يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة، فين اللي كانوا بيخدموه بقى؟ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرة. هنالك ده تعقيب الله عز وجل، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبة. هننتظر يا جماعة، كل واحد فينا عايش في نعمة غامر فيها، هينتظر لما يحل بيه عذاب الله عز وجل ويفضل على المعصية اللي هو فيها، ولا نتوب من قريب؟ ايه الأولى؟ أنا بقول لك أنت داخل في أيام طاعات، في أيام نفحات، ور ربنا عز وجل من نفسك خيرا تجد خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد هذه الآيات يضرب الله مثلا آخر تلو هذا المثل، الآية اللي بعدها على طول، واضرب لهم، وكأنه يكلمنا نحن كمؤمنين، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، مثله من أمثال القرآن، مثل الحياة الدنيا كمثل ماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء. هذه أمثال رائعة، أمثال القرآن الكريم، أمثال توقظ القلوب وتنبه العقول إن الحياة اللي أنت متعلق بيها دي، والأخ فيها بيقتل أخوه ويهجر قريبه ونتخاصم عليها ونتعارك عليها، مقدارها إيه ومثلها إيه عند الله عز وجل؟ لما ربنا عز وجل يستفتح الآية يقول لك واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. الحياة الدنيا دي اللي احنا مستنيين بقالنا 30 يوم عشان نشوف الأب، صح؟ دي الحياة الدنيا. وبتعيش كام سنة عشان تطلع معاش، دي الحياة الدنيا. وبعد ما تطلع معاش تلاقي نفسك برضو بتتهافت على الدنيا عشان مش مكفي. دي حياتنا اللي احنا عايشينها، مش دي الحياة؟ لما ربنا يتكلم بقى عن حياة انت مثلا بتعيش مرحلة منها اللي هي 100 سنة اللي انت عايشها او 60 سنة، انت تظن ان ربنا هيستحوذ المثل ده في قد ايه؟ في صفحات من الكتاب؟ طب في سطور؟ لا والله. طب في آيات؟ والله في أقل من آية انتهى مثل الحياة الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، لسه المثل ما بدأش اهو. طب المثل فين؟ كماء أنزلناه من السماء، وبعدين فاختلط به نبات الأرض، طلع نبات والنبات ده بسرعة طاب واستوى، وبعد كده أصبح إيه؟ هشيما تذروه الرياح. التبن بتاع النبات ده بتطيره ليه؟ خد قد إيه؟ وقت مثلا القمح في الأرض 3 شهور 4 شهور، الرز 2 3 شهور، ده الوقت. هو ده مثل الحياة الدنيا، وده مثلها عند الله عز وجل. احنا نشغل نفسنا بالدنيا ليه؟ اللي هي سريعة الزوال. الله عز وجل جعلها مثل لك اهو، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون، ما هو ده اللي احنا بنجري عليه في الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طيب وبعدين الأفضل بقى ده الباقي ده اللي تشتغل ليه ولا تشتغل للفاني؟ تشتغل للابن والزوجة والمال اللي هتسيبه لابنك ينعم بيه وانت تحاسب عليه، انت اللي هتحاسب عليه، انت اللي عمال تجمع وتسيب الولد ينعم وانت تسأل عنه، صح؟ الأولى ان انت تنشغل بنفسك ولا تنشغل بالفاني الزائل؟ المفروض ان انا ايه؟ العاقل. ما هو ده المثل ربنا بيضربه لنا ليه؟ عشان نستعقل، عشان نستدبر امورنا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طب وبعدين والباقيات الصالحات خير ايه؟ عند ربك ثوابا وخير املا. يبقى نتعلق بايه يا جماعه؟ نتعلق باللي احنا داخلين عليه اللي هيفضل معاك على طول، ولا نتعلق باللي هتسيبه؟ ولذلك اذكر نفسي واياكم، وجب على كل حي ان يعتبر بمن صار تحت التراب وانقطع عن الاهل والاحباب بعد أن قاد الجيوش والعساكر ونافس الأصحاب والعشائر وجمع الأموال والذخائر، جاءه الموت في وقت لم يحتسبه وهول لم يرتقبه. فليتأمل الزائر، زائر القبور، حال من مضى من إخوانه ودرج من أقرانه كيف انقطعت آمالهم ولم تغني عنهم أموالهم، ومحى التراب محاسن وجوههم وترمل بعدهم نساءهم وشمل ذل اليتم أولادهم. فليعلم كل منا أن حاله كحالهم
وأن مآلنا كمآلهم فاعتبروا يا أولي الأبصار. أين من عاشرناهم كثيرا وألفنا؟ أين من عاشرناهم كثيرا وألفنا؟ أين من ملنا إليهم بالوداد وانعطفنا؟ أين من ذكرناهم بالمحاسن ووصفنا؟ ما نعرفهم لو عنهم التراب كشفنا، ما ينطقون لو سألناهم وألححنا، وسنصير كما صاروا فليتنا أنصفنا. كم أغمضنا من أحبابنا على كرههم جفنا، كم ذكرتنا مصارع من فني من يفنى، كم عزيز علينا دفناه وانصرفنا، كم مؤنس لنا أرجعناه في اللحد وما وقفنا. ما لنا نتحقق الحق فإذا أيقنا صدفنا. أما ضر أهله التسويف في التوبة. سوف أمتنع عن التدخين، سوف أمتنع عن سماع الغناء، سوف أمتنع عن المخدرات. أما ضر أهله التسويف وها نحن قد سوفنا. أليس التراب مصيرنا؟ أليس التراب مصيرنا؟ فلماذا منه أنفنا؟ إلى متى تغرنا السلامة وكأننا قد تلفنا؟ أين حبيبنا؟ أين حبيبنا الذي كان وانتقل؟ أما غمسه التلف في بحره وارتحل؟ أما خلا في قبره بالعمل؟ أين من جر زيد الكبر غافلا ورفل؟ أما سافر عنا وإلى الآن ما قفل؟ أين من تنعم في قصره وفي قبره نزل فكأنه بالقصر ما كان وفي القبر لم يزل؟ أين الأكاسرة؟ أين الجبابرة؟ أين الأباطرة الأول الذين ملكوا الكنوز العتاة الأول؟ ملك الأموال سواهم والدنيا دول. الدنيا دول. عجبا لعيني كيف يطرقها الكرى، ولحيلتي وقد انجلى عنها المرى. الشك ألهو وألعب وأعلم أنه قد صوبت نحوي سهام الموت أمحيني كرى. وإذا هممت بتوبة وإنابة عرضت لي الدنيا فعدت القهقرة. كم قد رأيت وقد سمعت مواعظة لو كنت أعقل حين أسمع أو أرى. أين الذين طغوا وجاروا واعتدوا وعتوا وطالوا واستخفوا بالورى؟ أولم تعطهم الدنيا مقاليد العلا حتى لقد خضعت لهم أسد الشرى وتمسكوا بحبال هذه الدنيا كما نتمسك نحن، وتمسكوا بحبالها لكنها فصمت لهم منها وسيقات العرى. ما أخلدتهم بعد سالف رفعة بل أنزلتهم من شماريخ الذرى وإلى البلى إلى التراب قد نقلوا وتشوهت تلك المحاسن تحت أطباق الثرى. لو أخبروك بحالهم ومآلهم أبكاك عمرك ما عليهم قد جرى. أفناهم من ليس يفنى ملكه ذو البطشة الكبرى إذا أخذ القرى. فاصرف عن الدنيا طماعك إنما وعودها أبدا حديثا يفترى. وصل السري عنها فما ينجيك من آفاتها إلا مواصلة السرى. فاعتبروا يا أولي الأبصار واستقبلوا هذا الموسم الجديد بطاعة لله تبارك وتعالى. أروا الله من أنفسكم خيرا تجدوا خيرا، كل ما عند الله تبارك وتعالى لنا خيرا. أسأل الله تبارك وتعالى في عليائه ونحن تحت سمائه أن يجعلنا جميعا من التائبين ومن الطائعين ومن المطيعين ومن المقتدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واقض واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في غزة وفلسطين، اللهم كن لهم في سوريا وفي العراق، اللهم كن لهم في كل قطر ومكان حورب فيه الإسلام والمسلمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم عليك بعدوهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تجعل لهم في سمائك طائرة إلا أسقطتها، ولا في بحرك سفينة إلا أغرقتها، ولا على أرضك سرية ولا كتيبة ولا مركبة إلا دمرتها عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوب إليك من ذنوبنا ونبرأ إليك من أفعالنا ونتوجه
إليك بقلوبنا أن تقبلنا في سرداب التائبين يا رب العالمين. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وأحسن خواتيمنا. أقول قولي هذا وما كان فيه خير فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو ذلل أو نقص أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن يكون جسرا تعبرون به إلى الجنة والقى به في النار، أو أن أذكركم به وأنساه وأقم الصلاة. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش دعم الفيديو بلايك وشير وسبسكرايب. دعم الفيديو عشان تساعد على انتشاره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.